ازيكم يا جماعة؟ معكم المهندس أحمد من قناة حليم تك. هنتكلم النهاردة عن الكي في ام اللي هو زي ما احنا شايفين ده. طب ده وظيفته ايه؟ ده دوره ان هو بيشغل لي يا اما شاشة واحدة على جهازين، يا اما 4 شاشات، 4 أجهزة على شاشة واحدة. يبقى يا اما جهازين على شاشة، يا اما 4 أجهزة على شاشة. طيب الجهازين اللي على شاشة ده شكل الجهاز. هشوف دلوقتي نفتحه. هو ده شكل الجهاز يا جماعة، ده فتح العلبة بتاعته، ده فتح العلبة بتاعته. هفتح لكم برضو الجهاز اللي هو ال4. ده برضو يا جماعة ده ال4 مخارج اهو، 4 مداخل بمخرج واحد، مدخلين هنا مدخلين هنا، مخرج واحد. وبرضو البوارات بتاعته USB هات زيادة عشان لو عايز تركب ماوس وكيبورد يشتغلوا على كل الأجهزة. ده زرار التقليب. هوريلكوا كل حاجة بالتفصيل في الفيديو الشرح التفصيلي هتلاقوه دلوقتي على شاشة واحدة. طيب الجهاز ده اسمه كي في ام. الجهاز ده يا جماعة زي ما احنا شايفين ليه هنا 3 أماكن مخارج فيجا، مخرج داخلين فيجا وواحدة خارجي، دي اللي بتخش تركب على الشاشة الرئيسية اللي هنشغل عليها، ودول مخرجين للفيجا. بنشغله بباور من الكابل ده، زي كيبل اللي هو بتاع البرينتر، في من هنا واحد ومن هنا واحد، وفي مكان USB من هنا ومن هنا ومن هنا، بحيث لو عايزين نركب كيبورد ماوس اي حاجة في الجهاز ده. الجهاز ده يا جماعة متوفر منه نوع تاني، 4 مخارج، بياخد 4 شاشات، بيشغل 4 أجهزة على شاشة واحدة. النوع دوت بيشغل شاشة واحدة من كيستين مختلفتين أو أي كان بقى، يعني نقدر نشغل عليه أي عدد من الأجهزة على شاشة واحدة بس. وبنقدر نقلب من الزرار ده الحاجة اللي احنا عايزينها، أنهي جهاز اللي عايزينه يشتغل من خلال الزرار ده بس. اهو زي ما احنا شايفين هو مخرج واحد ومدخلين، والباور بتاعه ده بيركب في اي USB يا جماعه. احنا ممكن نركبه في USB كيس عادي من ورا زي ما انا مركبه بالمنظر ده. ان شاء الله انتظرونا، هنشرح لكم كل حاجه عندنا من المنتجات اللي موجوده معانا ان شاء الله. واي حد عايز اي منتج من المنتجات دي يقدر يتواصل معانا على الخاص. شكرا والى اللقاء.